السلام عليكم. كبرت عند أهلي، الطفلة الوحيدة اللي في الدار. ما عندي أخوات طفلات، عندي لا أخوت وتعرسوا كاملين، بار أبوي وأمي وأنا عارفة لهم شيء. ومع الزمن كبرت وعدت لابد نتزوج، وجا راجل من قبل دينه زين وأخلاقه زين وصلاي وعارف البين مع رب وبرك عندنا وبقاني وبغيته. شيء صريح وواضح، قال عنه يدور لا المشد، وقال غير ما هو مستعد يعدل معايا أي ورقة حاليا بطبيعة جنسيته. من قالها لبويا، بويا قاعدة كنت واخد قاعد ما يعترف بهم، مو مهمين عنده، مهم عنده إلا الرجل ودينه وأخلاقه، والطفل يعرفه ويعرف أهله وراضي عنه. شدني السنة الأولى خيالي بهالزين، نقول لكم الحلم الأخلاق والطيبة والتعدال والكرم والبحشيشة الرقيقة وش لين نقول لكم واحد من أهل الجنة. قال لي صحتي وخلق عندي طفل، الطفيل يا واجعة خلق معاق، إعاقة شينة. منين شافوا الراجل اللي معايا ما تقبل الوضع، وطبعا كيف يعدل شي من الرجالة، مش رجع البلد، ما قد ما قد يتحمل. عن عنده طفيل صغير ما يخليه يرقد، ما يخليه يوعى، وعنده ملتزمات ويقلب، وكد لما كبر تكبر احتياجاته. المهم مشى والطفيل عنده تقريبا شهر. كابت انا بعد مع الطفيل وحاولت ما امكن ما تبلبل تركيبي غير بانت، انا ما عندي شيء. ورجعت سكنت مع ابويا وامي وهو كهوله وما عندهم اصلا شيء، ما عندهم دخل ذوك، وبقيت قاعده معاه. طفل كبر وثقل وعاد لابد درجاجيني يعاونوا فيه. المهم أنا ذكرنا عن في مدن الداخل في العاصمة فم دكتور وفم جمعيات يعطوا كراسي ويعطوا متاكة لذوي الهمم، وقلنا عني لابد نمشي. الطفل يدخل على الدكتور ونجبر أنا اللي شي من احتياجاتي. بويا عنده صاحبه من ساكنة العاصمة قرينه، الصحبة ذيك مات لا تخالقه. قط مرة بويا سنتين ما قد يشتغل، كان هو يطلع عنه لشغلته ويجي يعطيه خلاص ويخلص. بويا ما يطلع سنتين، مو نهار مو نهارين مو شهرين. الصحبة ذيك الزينة. وقال لي بويا قسي فلان، عيط لاخوتي وعيط لقريباينا وعمامي وقال لهم لي نطارحوا لفلانه ونعطوها شي من الفضة تمشي تدوز تخطي ولا على المستشفى. لو كاملين طاحت منهم الا 100,000 5,000 درهم. وركبت ومشيت وجبرت الشيباني صاحب بويا يتحانيني في المحطة، وهذا الشيباني صاحب بويا اللي خوه سبحان الله بطا ما جبرت ترك. ولي عاد شيباني جبر طفلة هو وزوجته، وذي الطفلة طايرين بها في السماء، عندها 14 سنة ولا هما كهولة وعندهم طفيلة واحدة. لا تخيلوا فلان وتعالي وسلمي وفلانة وتعالي وشفتي فلان وشي فلانة وتقرا في كذاش وخرسي دفتر فلانة. منين جيت للدار تلقاوني في المحطة وجابوني للدار. وهي الطفيلة كنا شادين لا اخبارها واخبار اخلاقها، وتمشي وتقعد وامها مسيكينه منين تعود توكل تخرصها، ومنين تعود توكل تقولها زيدي زيدي يوكلي، وابوها يمد لها كاس ما تشرب. طفله عايشه مع ابوها وامها ملكه، استغفر الله يعبدوها. وهي طفيله زوينه غير لا خلاص ما هو ما يقول ما خلق لي معاه شي ما قديت نعبر عنه، ما هو شيء غير اللي ما هو زين. لا توفى بقيت ما نعرف. هما طايرين بالطفله وسابق يعدوا لي بل منين نتكي. هي الاولى مشاو بالطفله عندها 14 سنه راهي، وحكت سنيها برشات سنيها، ودخلت البيت وبدلت لباس لبست بيجامتها. وقلت لكم ذو الناس طايحه لهم ذي الطفله من ما نعرف ما نقدر نعبر لكم عن ذي اللي خلق لهم. وبعدين منين وفوا من هي جاوني انا وقال لي رانا فرشنا لك وحاسنوني فطنوا وعدلوا لي ياسر مش متعدل، واعطاوني بل منين تكي وتكيت، واعطاوني بيت مضيله ما عنده باب، مضيله وهادي وفيه فراش مفرش مبدو منشور وسايد وفراش الطفيل حداي. تكيت قعدت الوحده والله الثانيه في الليل ما رقدت بيا طفنت من لان قلبه بقرقادي خفيف. هو لي ركع يوطى يوطى ما يوطى
نرفد عيني والبيت مظلم غير راعي فرقاش داخل. بنت الناس ماشي على روس صباعها توطيلين، وقفت عند راسي وقعدت بالشور طايرة عنها الجعرة. قعدت بالشور، فتحت صكي، قبضت 100,000، قبضت دخلت يده بالشور وقبضت الفضة ودارته تحت بطها وخافت. وانا عيني انا لو كانت دارت عيني بعيني ترى فيها عيني ماني قاع موارطتها. ودخلت بيتها وتكت. تميت الغمض اللي شفتوه انتم ما كنتوا حاضرين، ما شفته. نبكي لين اصبح الصبح. تلفنت على ابوي، قلت له ابوي قطعوا لي، مشوا لي 200 درهم نرجع بها. قال لي ياك لاباس. قلت له لا بنت الناس، سرعت على الصك وقبضت الفضة. قطع لي ابوي، مشاوا لي وسلمت وعيت وسلمت على الناس. قلت له صباح الخير. قال لي والله انقص الطب قبضك معه. قلت له ما انا راجعه. قال لي راجع. لا قلت له ما انا راجعه. بالطفيل جالي عدل وتواغط. يا اختي قاعد يريحاني قبض. قلت له لا راجعه، خايفه لي يمشي مره اخرى اللي عني. راجعه. نبكي. سحبت الفضة انا والطفيل، رهفت وكرفطه معاه وركبت، قست بالكيران وركبت ومشيت. وظلك نكتب لك يا سعلان يدير رساله وانا في التران راجع، في ال6 ايام راجع. بويا زيان عنده ذا العدلت، وقال عنه ذا العدلت صالح، عن خير تمشي 100 ولا تمشي صاحبته وهو صاحب. شنو رايك في ذا العدلت سعداني؟ ايش عدلتي؟ الله يستر علينا وعليك. والله لو كان فيها خير تعودي قعدتي وداويتي الطفيل وكل شيء، ولا مولانا رافع عنك البلاس اذى. قلت لي تراي والله مش شي كان اللي يخلق له، وكتب لي عليك مولانا عنك ترجعي يا حبيبتي. والله يا انتي اللي مثال للستر اللي وجه بمولانا. من ستر مؤمنا ستره الله. هذه ايقونه ذو الناس، خليها ايقونه يدين يكتشفوا هو بطريقته الخاصه، مو عن طريقك انت والله، عن طريق ولو بمجيك انت تباتي عندهم تصبحي تصير قيمتهم. ذا عدلتي درس في الستر والحفاظ على الصداقه ما دامت ذيك الصداقه تستحق. ولا عوضك مولانا خير. ابشري يا حبيبتي، والله لو كان في خير مجيك ذاك وجبار ذاك الطفيل للدكتور يدنك تقعدي غير لا خير فيه. الانسان يامن بمبدا الخيره. وني بك.